الراجل ده بيتضرب عليه سرب من الرصاص، بتكون من قناصة مجهولة المصدر، وبيتقطع عليه الطريق وبيتحاصر وسط طريق كله ضلمة، وبيتقتل كل زمايله اللي معاه، وما بيتبقاش معاه غير 6 مساجين بيكونوا شديد الخطورة. ومع كل الظروف والمصايب اللي هو فيها دي، مطالب عليه ان هو ينجو بحياته، وانه يسيطر على المساجين اللي معاه، وانه يحافظ على عدم هروبهم. تعالى معايا احكي لك الحكاية. تبدأ مع مارتين، بيكون ده اول يوم شغل ليه في مركز الشرطة الجديد اللي اتنقل فيه، وبتجيله مأمورية نقل 6 مساجين من الدرجة ألف اللي هم يعني شديد الخطورة. مارتين بيكون السواق المسؤول عن العربية المصفحة اللي بيتنقل فيها المساجين، وبيتم نقل المساجين داخل العربية، وبيكون لكل مسجون الزنزانة الخاصة بيه كنوع من انواع زيادة الامان بالنسبة لعناصر الشرطة اللي جوه العربية، وبرضه عشان المساجين ما تتجمعش مع بعض وتحاول انها تهرب. وهم في الطريق بيكلم مارتين عربية الشرطة اللي قدامه اللي بتكون بتأمن لهم الطريق، وبيبلغهم ان هو ما بقاش شايفهم من كتر الضباب والشبورة اللي في الجو، لكن محدش بيرد عليه على جهاز اللاسلكي. وفجأة بيدوس على شريط من الحديد وبيختل توازن العربية، وبتكون خلاص العربية